أهلاً and welcome back to my YouTube channel. أنا مريم وده فلوج رقم 6. فلوج النهاردة مختلف عشان قررت إني أخدكم في جولة في المدينة، وأول مكان هعرفكم عليه هو السنتر. أهلاً بيكم في سنتر بولونيا. هعرفكم على الأماكن السياحية المشهورة وأكيد هرسم مكان فيهم. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل، لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس. أنا كده في طريقي للسنتر زي ما انتوا شايفين هناك البرجين. لو فاكرين أنا رسمت الفيو ده قبل كده وعملت له فلوج. وعلى اليمين هنلاقي تشينيما مودرنيسيمو، برضو رسمتها وعملت لها فلوج لوحدها. وهنمشي يمين شوية كده وهنلاقي هناك السنتر. أول ما هنوصل السنتر هنوصل لميدان اسمه بيازا ديل نتونو، وأول مكان هنلاقيه هو سالا بورصة. سالا بورصة هي مكتبة عامة دخولها مجاني. الدور الأرضي اللي فيها بيبقى كراسي كده زي ما انتوا شايفين، وبيبقى أحيانا في معرض، في ناس بترسم وحاجات كده. والأدوار اللي فوق بتبقى الأجزاء اللي فيها الكتب. ده برضو كان معرض موجود، حاجات رسومات أطفال يعني. كل أنواع الكتب تقدروا تلاقوها، البوكس العادية، أوديو بوكس، وبرضو الجرايد. ده كان لو طلعتوا فوق. أما لو نزلتوا تحت هتلاقوا الآثار اللي اتبنت عليها المكتبة. المكتبة مبنية على آثار من مدينة بونونينا القديمة، والآثار دي موجودة تقريبا من 189 قبل الميلاد. المكتبة فعلا مزار ثقافي حلو، أنصحكم تروحوا. هنيجي بقى لتاني مكان، هو القصر ده اسمه بالاتسو دا كورسيو. تحديدا هتكلم عن برج الساعة أو توري ديلورولوجو. تعالوا احكي لكم شوية عن البرج وأنا برسمه قبل ما نكمل جولتنا. هبدأ الأول إني أعمل بالسكتش بقلم الرصاص. زي ما قلت لكم القصر اللي موجود فيه برج الساعة هو اسمه قصر الكورسيو. القصر ده مش بس فيه برج الساعة، في جزء منه زي ما وريتكم مكتبة سالا بورصة، وجزء منه بلدية المدينة. هنا بدأت أعمل أوتلاين للرسمة كلها بالقلم الأسود. بالنسبة لبرج الساعة، البرج اتبنى في القرن ال13 تقريبا، وبيشكل النواة الرئيسية لقصر الكورسي. والساعة اللي في البرج تعتبر من أكبر الساعات في إيطاليا. وجينا هنا لآخر مرحلة، هي مرحلة التلوين. زي ما قلت لكم قبل كده إن أنا بحب أدوكيومنت الأماكن اللي أنا رحتها عن طريق الرسم. انتوا بقى قولولي في الكومنتس ايه طريقتكم للدوكيومنتيشن للأماكن اللي بتزوروها. وهي دي النتيجة النهائية، وده شكل الرسمة مع البرج نفسه. قولولي ايه رأيكم. ودي لقطة تانية للرسمة مع البرج. اكتبولي تقييمكم للرسمة من 10 في الكومنتس تحت. خلصنا رسم، تعالوا نكمل جولتنا وندخل قصر الكورسيو. القصر هو اللي انتوا شايفينه هناك ده، وهو موجود في ميدان اسمه بيازا ماجوري. ده شكل القصر من بره كده، واحنا هندخل من الباب ده. اول ما هتدخلوا من الباب هتلاقوا اللقطة دي وراكم. القبة الخضراء اللي هناك دي كنيسة اسمها كييزا دي سانتا ماريا ديلا فيتا، والقصر اللي قدامها اسمه بالاتسو دي بانكي. هنا كده دخلنا ساحة القصر. المدخل كده بيبقى فيه كراسي وقعدات للناس عشان تقعد. ايه الحاجات اللي ممكن تعملوها في قصر الكورسيو؟ ممكن تطلعوا برج الساعة، ولكن ده بيبقى بتيكت وبيبقى في أوقات محددة. أو ممكن وده بيكون مجاني إن انتوا تطلعوا لقاعة معينة هوريها لكم دلوقتي وتتفرجوا على سنتر المدينة كله. احنا هنطلع دورين، في كل دور طبعا في تحف وفي رسومات وشبابيك ممكن تشوفوا منها السنتر زي اللقطة دي كده. احنا هنطلع لقاعة اسمها كولاتسيوني كومونالي دارتي، واللي منها هنشوف السنتر كله. وده كده مدخل القاعة. في القاعة تقدروا تشوفوا جميع أشكال الفنون، من رسومات، جداريات مكتوبة على الحيطة، تماثيل، العواميد،
حتى السقف، شوفوا يا جماعة السقف شكله عامل ازاي، تحفة وأنتيك. لكن احنا طالعين القاعة دي مخصوص عشان نشوف اللقطة التحفة الخطيرة دي لبيازا ماجوري أو لسنتر بولونيا من فوق. شوفوا المنظر يا جماعة تحفة ازاي. زي ما قلت لكم الميدان اللي تحت ده اسمه بيازا ماجوري. على اليمين هتلاقوا الكنيسة دي اسمها بازيليكا دي سان بيترونيو، وفي النص القبة الخضراء دي كنيسة اسمها كييزا دي سانتا ماريا ديلا فيتا، وعلى الشمال بالاتسو ري إنزو. بس كده، دي كانت رحلتنا في السنتر. طبعا أنا ما خلصتش كل الأماكن، بس حبيت أديكم فكرة سريعة عن أشهر الأماكن اللي موجودة في السنتر. قولولي عجبتكم النوعية دي من الفيديوهات ولا لأ، وإيه أكتر مكان متحمسين تزوروه. مستنية أعرف رأيكم عن الرسمة والفلوج. وأهم حاجة ما تنسوش تعملوا لي فولو على أكاونتاتي على السوشيال ميديا، اعملوا سبسكرايب للشانل، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس. أشوفكم في فلوج تاني. تشاو.